في يوم من الأيام مشيت إلى أحد الأخوة، قلت لهم دلوني عليه، أنا ما أندله ما أعرفه، أريدكم توصلوني إليه. هذا أخو شادمي متدين حسب علمي من الإمام إنه متدين، من الإمام، يعني أنا شفت الإمام قال لي هذا متدين. شو ترجم بعزيز من هالكلمة الوضوح؟ جيت لي استقبلني، جاب لي شاي، أهلا 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 أهلا، احترمني الرجل. قلت له عندكم واحد ابن عماد مغنية اسمه جهاد سيقتل، صفن علي هيجي، قال لي أنت جاي تقول لي هيجي؟ قلت له أشهد ما بالله أنه يا حاج سيقتل. قال لي ما عنده مسؤولية، ليش الأمريكي كتلة أو الإسرائيلي كتلة؟ ما عنده مسؤولية. قلت لا أنا ما بعرف، اللهم اشهد إني بلغت. شربت نص شاي وقلت له أنا قلت لك وتعذرني أنا وقح يجوز، أو قال لي وقف وقف وقف، تعال قل لي بعد شكو، هذا لا يطلع لا يمشي. قلت له والله رأيته قد قتل. بعد 4 أيام يقتل. أتاني إلى البيت قال لي من تكون أنت؟ شافني قاعد أدعو وأبكي، أنا ما أعرف منه اللي إجا. قلت للخادمة دق الباب فتحيه، هي ما تفتح الباب، افتحي. لإذا هو الرجل بساعة متأخرة من الليل. قال لي قاعد؟ قلت له ما نام. كيف أنام وأنا محتاج خرجية أردمش بيها؟ قال لقد قتل الشاب. أنا انفجرت بالبكاء. ين حاج عماد رغم لا أعرفه ولكن بطل من أبطال الأمة، يعني نشف رياق إسرائيل هذا الرجل بال2006. بكيت بكي حتى فقدت الوعي. معلمي أجاني مهرولا قال لا عليك، الأحداث الجاية كبيرة وإحنا عندنا شغل. أني استحيت بعدين من فزيت إنه من البكي كلش، رحت غسلت وجهي وجيت. كذب. قلت له صلي صلاة الليل؟ قال لي إيه. جبت له سجادة. تكذب كذب مو طبيعي، إذا كافي عاد كافي كلاوات وكذب.